شاء الله بعد النتيجه، بعد الانتصار على الجزائر ان شاء الله اليوم تكون مباراه ممتازه، وان شاء الله اللاعبين التونسيين اليوم يكون مجهود كبير، وان شاء الله يبلغوا المباراه اليوم بالعرق نتاعهم ويكون الانتصار على الكوت ديفوار ويكون تاهل ان شاء الله اليوم. Ce sera le match des individualités et de part et d'autre d'ailleurs. Et donc il faudra beaucoup de homogenéité au niveau de la construction du jeu pour permettre à chacune des deux équipes de s'en sortir. C'est ce que je pense. باش يصنع الفارق بالطبيعه في مباراه اليوم بين المنتخب التونسي والمنتخب الايفواري هو العمل الجماعي والمجهود الجماعي بصفه عامه. المنتخب الوطني التونسي نعرف بشهاده الناس الكل انه بالطبيعه يعني ما ثماش فرديات كبيره للملاعبيه الكل، ديما العمل الجماعي هو اللي توج النجاح. ثم ان المنتخب الايفواري سنا حسينا وكانه ثم نقله، حتى بشهاده المدرب صبري اللموشي قال انه انا ما نعترفش بالنجوم، ما نعترفش بالاسماء، ما نعترفش بالفرديات، وانما نعترف بالعمل الجماعي والمجهود الجماعي. على ذلك نستناو انه ممكن المجهود الجماعي هو اللي باش يصنع الفارق في مباراه اليوم بين تونس والكوت ديفوار. José, my friend. Cool, my friend. Hey, my friend. احنا اليوم عشنا بدركبه ساعه قبل كل شيء. هما عندنا بدركبه، احنا عندنا ملك الكره الافريقيه اللي هو يوسف المساكني، معناتها ملك الكره والهداف الذهبي. اليوم ان شاء الله تونس واحد بلاش برشا جرينتا اليوم، لازم جرينتا في الجوارات وفي الجمهور، وان شاء الله يا ربي معنا ان شاء الله، ويفرح الشعب التونسي كله ان شاء الله. والله العظيم اليوم معناتها نحبوا نقولوا حاجه، ان شاء الله نتمناو الجمهور اللي ترى فيه هذا، ان شاء الله احنا نحبوا الجمهور تونس عشان كل تونس كل ما تلعب يكونوا معنا لهنا ومحتاجين. ان شاء الله الوزاره اذا تعدينا، ومشكوره الوزاره اذا تبعث لنا طياره، واذا ربي يسهل معناتها ونكملوا الطريق هذا، وتكون من المشجع يكونوا مليار مشجع، فهمتني؟ بارك الله فيكم. تحيا نسمه. اليوم تصور دخلنا في الماتش مخر، عملنا دوزيام ميتون باهي، وجاتنا لوكازيون باش نعدلوا في اخر الماتش. حابين نعملوا رياكسيون، طلعنا كل قدام، وفي 3 دقائق قبلنا 2 أهداف. معناها كاو توا نديروا الصفحه، نساو الماتش هذا ونحاولوا باش نصلحوا الاغلاط اللي عملناهم. مقابل للنسيان بالرغم عملنا الشوط الثاني ماهوش خايب، بقطع النظر عن الاهداف اللي تسجلوا نتاع فريق حب يرد الفعل، لكن الهجومات المعاكسه كانوا معناها موافقين فيهم هما في الدي مينوت الاخرانيين. يظهر لي مقابل النسيان عندنا 3 بوان، مازال عندنا ماتش، قطع النظر عن نتيجه اليوم تاع توغو والجزائر، مازال عندنا ماتش نلعبوا جيسكو بو، نمنوا بامكانياتنا، نمنوا بحظوظنا، وتوا ديجا معناها حكينا مع بعضنا كلاعبين ونسيم معناها الناس كل ريسبونسابيلتي نتاعنا. اللي صار اليوم معناتها صحيح خسرنا 3-0، مي ما يمنعش عندنا 3 ماتش معناتها كونتر توغو، ان شاء الله معناتها حاطين في قلوبنا الاولاد الكل، ونعرفوا معناتها اذا نربحوا باش نترشحوا. عندنا 4 جور نرتاحوا فيهم، نحضر فيهم الماتش نتاعنا من الفوق، ان شاء الله منورين ان شاء الله. في كرة قدم معناتها نسعوا باش نكونوا في احسن حالاتنا، نسعوا باش ننتصروا، نسعوا باش نترشحوا، نحطوا كلمة في وسطنا نشاهدوا، وهذيك كرة قدم معناتها هذيك رياضة، ولازم واحد يتقبل كيما اون جيري لا فيكتوار كونتر الجيري، كيما اون دو جيري لا ديفيت. توا كان شفت الاولاد عملوا رينيون مع بعضهم باش يلملوا مع بعضهم، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله.